الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة استووا الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. رب لك الحمد سرا وجهرا، ولك الحمد دوما وأبدا. لك الحمد يوم أن كفر كثير من الناس وأرشدتنا للإسلام. لك الحمد يوم أن ضل كثير من الناس وهديتنا للإيمان. أيها المسلمون، الأعياد في الإسلام ليست انطلاقا وراء الشهوات، ولا سباقا إلى الملذات، ولا انتهاكا للمحرمات. الأعياد في الإسلام طاعة تأتي بعد طاعة، فعيد الفطر يأتي بعد إتمام عدة صيام رمضان، فهو يوم الفرحة والبهجة والسرور. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرحة والبهجة بقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وعيد الأضحى يأتي بعد فريضة عظيمة، ألا وهي فريضة الحج. فعودة الحجاج من الأراضي المقدسة إلى بلادهم وأسرهم بعد الفريضة فرحة ما بعدها فرحة، وبهجة ما بعدها بهجة. أيها المسلمون، بالأمس كان يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم المناجاة، ويوم المباهاة، ويوم الذكر والدعاء، ويوم إذلال الشيطان المريد. نعم، إنه يوم عرفة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إنها مشاعر لا توصف، وأحاسيس لا تكتب، يتذوقها الذي يؤديها، ويستشعرها الذي يحضرها، فينظر إلى الكعبة ويعانق الحجر ويصلي عند المقام، ويسعى كما سعت هاجر عليها السلام، ويضحي كما ضحى إبراهيم عليه السلام، ويطوف كما طاف محمد صلى الله عليه وسلم، ويقبل الحجر كما قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لعل قدما تأتي مكان قدم، وطوافا يأتي مكان طواف، وسعيا يأتي مكان سعي، فيكون الغفران وتكون تكفيرا للذنوب. فيوم عرفة هو يوم عيد لنا. فلقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ فقال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه. إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فما أعظم هذا الدين
وما أجمل هذا الإسلام. فالإسلام يدعو إلى الوحدة، فلماذا تتشتت الأمة؟ الإسلام يريد أن يعز هذه الأمة، فلماذا تريد أن تذل؟ الإسلام يهدي هذه الأمة، فلماذا تريد أن تضل؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، عيد الأضحى هو يوم التضحية والفداء، يوم المكافأة من السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فأما إبراهيم عليه السلام فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ثم دعا دعاء المخلصين فقال رب هب لي من الصالحين، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى في التو واللحظة، فبشرناه بغلام حليم. فالفاء هنا للتعقيب والسرعة. ثم يمتحن إبراهيم عليه السلام ليمنح، فلما بلغ معه السعي أي بدأ يمشي معه، وهنا أعظم مرحلة الحب من الوالد لولده، هذه المرحلة هي أعظم مرحلة الحب من الوالد لولده، فأراد الله سبحانه وتعالى إخلاص قلبه وتمحيص فؤاده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا يذبح فيها ابنه طاعة لله جل وعلا، فانظر ماذا ترى. فيرد الغلام بالمستوى نفسه من الإخلاص ومن التضحية والفداء والشجاعة: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وجاءت لحظة الحسم، فلما أسلما وتله للجبين، فالاستسلام كان من النبيين الكريمين. هنا تنزلت رحمة الله جل وعلا، وناداه الحق سبحانه وتعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اختبار ما أشده، وامتحان ما أصعبه، وابتلاء ما أعظمه، إن هذا لهو البلاء المبين. فإبراهيم عليه السلام قد اجتاز هذا الاختبار وهذا الامتحان بامتياز مع مراتب الشرف بتوفيق الله عز وجل له، فكان الفداء من السماء في يوم الفداء، وفديناه بذبح عظيم. هذا إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل في حقه: وتركنا عليه في الآخرين، ليعلو ذكر آل إبراهيم إلى يوم الدين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ثم ختم الحق سبحانه وتعالى هذه القصة بإيمان إبراهيم عليه السلام في شهادة تقدير من رب العالمين، فقال تعالى: إنه من عبادنا المؤمنين. أيها المسلمون، العيد في الإسلام فرحة، لكن لمن هذه الفرحة؟ لمن هذه الفرحة؟ هل هي للذين إذا جاءهم موسم الحج يظلمون ويستبدون؟ للذين يسرقون وينهبون؟ للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما؟ للذين يقضون ليلهم أمام المسلسلات الهابطة والأفلام الخليعة؟ للذين يقضون نهارهم في غفلة ساهين؟ كلا، فليفرح هؤلاء فرحا زائلا، فرحا غير مشروع، فليفرح هؤلاء فرحا غير محمود. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فرحة العيد لمن؟ فرحة العيد للذي يهتم بأمر المسلمين فيسعى للصلح بين المتخاصمين ويضع عن كاهل المستضعفين. فرحة العيد للذي يدعو للمحاصرين. فرحة العيد للذي كان وقافا عند حدود الله لا يتعداها. فرحة العيد للذي أحسن إلى والديه بارا ورحيما بهما، للذي يقرأ القرآن بتدبر وبحكمة،
فرحة العيد للذي يحافظ على الصلاة في جماعة. هؤلاء فرحوا بطاعة ربهم، لذلك هم أصحاب الفرح، يفرحون فرحا محمودا، يفرحون فرحا مشروعا، يفرحون برحمة الله وبفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فطوبى لشاب نشأ في طاعة الله، وطوبى لرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وطوبى لفتاة أمرت بالحجاب فقالت لبيك يا الله، وطوبى لامرأة أطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها حبا لله تعالى، وطوبى لمن أطعم أفواها وكسى أجسادا ورحم أيتاما ووصل أرحاما. أيها المسلمون، احفظوا الله في حدوده وفروضه، يحفظكم في دينكم وأموالكم وأنفسكم. كونوا مع الله يكن الله معكم في حلكم وترحالكم، في حركاتكم وسكناتكم، في يسركم وعسركم، في قوتكم وضعفكم، في غناكم وفقركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعيادنا يوم أن تتحرر البلاد والعباد، أعيادنا يوم أن تتحرر النفوس من الشهوات والملذات، أعيادنا يوم أن يتحرر المحاصرون من الظلم القائم، أعيادنا يوم أن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من براثن اليهود ومن بطش وظلم اليهود. أيها المسلمون، أنتم مأمورون بالفرحة في هذا اليوم، كنتم في طاعة وتنتقلون إلى أخرى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اجعلوا هذا اليوم فرحا لا ترحا، اجعلوا هذا اليوم سعادة لا شقاء، اتفاقا لا اختلاف، حبا وصفاء، لا بغضاء ولا شحناء. تسامحوا وتصافحوا، توادوا وتحابوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اجعلوا هذه الأيام صلوا فيها أرحامكم، صلوا فيها أرحامكم، وارحموا فيها الأيتام، تخلقوا بأخلاق الإسلام. أيها المسلمون أصحاب الجسد الواحد، اعلموا أن لكم إخوة لا يجدون لقمة تسد جوعهم، ولا ماء يطفئ ظمأهم وعطشهم، دموعهم سبقت دعاءهم، فلتكن يدك دواء، ولتكن صدقتك حياة، فإن الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات ويجعل لها فرجا، أو يجعل بها فرجا. لا تحقرن من الخير شيئا ولا من المعروف شيئا، فرب جنيهات تنقذ بها روحا. اللهم اقبلنا وتقبل منا واجعلنا من المقبولين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم كل عزيز علينا فقدناه، اللهم ارحم كل حبيب لنا واراه التراب. اللهم ارحم من كانوا معنا في الأعوام الماضية يصلون ويصومون ويكبرون برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير.